المشكلة إن الحياة ساعات بتجبرك إنك تكبر قبل أوانك، في وقت أنت المفروض تبقى عايش فيه وأنت هادي مبسوط، لكن بتلاقي نفسك شايل جواك مشاكل، خوف، وحاجات أكبر من سنك. وفجأة تلاقي نفسك تعبان حتى وأنت ما بتعملش أي حاجة، تعبان من التفكير، من الضغط، من الحاجات اللي بتحصل ورا بعض. أنا دايما ببقى لازم أبان قوي، كل يوم بخسر جزء مني، الجزء اللي كان عنده شغف، الجزء اللي كان بيشوف الدنيا أخف. كنت عايش في فترة بضحك عادي، بتكلم عادي، لكن حاسس إن في حاجة مطفية جوايا، مع إني إنسان عادي. كل حاجة بعملها في حياتي عادي، الشغل، الحب، العلاقات مع الناس عادي، حتى اللي بطلبه بتمناه بيكون عادي. هو ما بيحصلش معايا، مع انه بيحصل مع ناس كتير، بس برضو مش مهم، الحمد لله عادي. كنت بحاول اهرب من الكلام، من التفكير، من الاحساس ان انا دايما محبوس جوه ظروف مش اختياري. ومرة واحدة اتحولت فجأة لشخص مش بيعاتب حد، وبيتجنب اي مناقشة مفيش فايدة منها، بيتفرج على اللي بيمشوا من حياته بكل هدوء، بيستقبل كل المشاكل والصدمات وهو ساكت. يمكن أصعب شعور لما تبقى عارف إن الحاجات اللي بتتعبك ما تقدرش تبعد عنها بسهولة، لأن مش كل الوجع ينفع تهرب منه، لأن في وجع بيبقى عايش معاك كل يوم، في البيت، في الظروف اللي حواليك، حاجات انت مجبر تتعامل معاها مهما تعبت. وده اللي الناس ما بتفهموش. كل واحد يقولك ابعد عن اللي يتعبك، كأن الموضوع سهل، كأن الإنسان يقدر يقوم مرة واحدة ويغير حياته كلها. لكن الحقيقة إن في معارك الواحد مش بيكسبها بالهروب، لكن بيكسبها إنه يتحمل، إنه يعرف يعيش من غير ما يضيع نفسه. وده اللي أنا كنت بحاول أتعلمه، إزاي أحافظ على عقلي وسط كل الضغط اللي أنا عايش فيه، إزاي ما خليش اللي بيحصل حواليا يكسرني، إزاي ألاقي ولو جزء صغير أهدى فيه مع نفسي. يمكن الحل إني ما أغيرش حياتي فجأة، لأن ده مش ممكن، لكن ابتديت أفهم إن النجاة بتبقى في الحاجات الصغيرة، زي إني أبطل آخد الكلام على قلبي بدل ما استنزف نفسي في كل مرة. والحقيقة إن أنا الأول ما كنتش بعرف أعمل كده، لكن الحياة هي اللي علمتني إني أسكت وقت المشاكل، أحاول أقفل دماغي من التفكير. وده مش هروب، لكن بتبقى محاولة إني أحافظ على صحتي النفسية. ومع الوقت ابتديت أستوعب إني مش لازم أحل كل حاجة في وقتها، مش لازم حياتي تبقى مثالية عشان أحس بالراحة. في ناس حياتهم صعبة فعلا، ومش بإيديهم يغيروا حياتهم، لكن بإيديهم إنهم ما يحاولوش يتكسروا أكتر وأكتر، إنك تفضل متمسك بنفسك على قد ما تقدر. أنا لحد دلوقتي لسه عندي أيام بتعب فيها، وأيام بحس فيها إن كل حاجة تقيلة، بس الفرق إني بقيت فاهم إن حياتي ما انتهتش. يمكن مش كل حاجة بتتحل، بس الواحد بيتعلم إنه يتعايش، لأن كده كده هي فترة وهتعدي. ودلوقتي أنا لما قارنت اللي حصل زمان باللي أنا فيه دلوقتي، حسيت إني فخور بنفسي، لأن مجرد إن أنا لسه واقف لحد دلوقتي دي حاجة تخليني فخور بنفسي. والحقيقة الدرس اللي اتعلمته إن مش دايما النجاة بتبقى انتصار كبير، أوقات كتير بتبقى إنك عديت بفترة صعبة من غير ما تنهار. شكرا إنكم سمعتوني، مستني تعليقاتكم، وما تنسوش الشير.
كان معاكم راديو جديد مع مذيع مش عايز يقول اسمه.